أخيراً. دي إضاءة طبعا عادي جدا، وده عشان احنا فتحنا البوكس ده من كام يوم وعملنا انبوكسنج للدرع الفضي من يوتيوب، ومعانا هنا اهو الدرع الفضي من يوتيوب. والحقيقة انا بقالي كتير قوي مستني اللحظة دي اكتر من الطبيعي شوية بالنسبة للناس اللي بتصور فيديوهات. شكرا 100,000 صديق ليا هنا على القناة بعد اكتر من 3 سنين من المجهود المتواصل والمحتوى اللي كل اسبوع، ده غير الشورتس اللي بتنزل على القناة هنا. جه اليوم اللي هحتفل معاكم فيه بالدرع الفضي من يوتيوب. الحقيقة احنا النهاردة وانا بصور الفيديو ده احنا كمان عدينا 140,000 سبسكرايبر، الحمد لله طبعا، ثم الشكر لكل حد فيكم كمان. وغالبا على وقت ما تشوف الفيديو ده هنكون عدينا كمان الرقم ده بشوية. وبجانب الاحتفال فده طبعا معناه ان النهاردة كمان فيديو عن الجيف اواي القوية اللي هنتكلم عنها في اخر الفيديو ده، فخليك متابع الفيديو للاخر. هنقعد نرغي مع بعض شوية واجاوب على شوية اسئلة انتوا سألتوها، وفي اخر الفيديو هنتكلم عن الجيف اواي واقول لك ازاي بالظبط ممكن تكسب. يلا بينا. صباح الخير ومساء الفل على الكل، انا اندرو وديد، والفيديو بتاع النهارده الحقيقه فيديو خاص جدا، ويعني فيديو شخصي قوي بالنسبه لي. الحقيقه بقالي كتير جدا مستني اليوم اللي اتكلم معاك فيه عن الدرع ده، والحمد لله اليوم ده جه. فمش هيكون كلام كتير في التكنولوجيا والاختراعات كده النهارده، لكن هندردش مع بعض عن رحله اليوتيوب من اول ما بداتها خالص لغايه النهارده، ونجاوب مع بعض كده على شويه اسئله انتوا سالتوها لي على الكوميونتي هنا في يوتيوب وعلى ستوري في انستجرام. لو عايز تشوف كمان تجربه للانبوكسنج وقت ما كنت بفتح العلبه والكلام ده كله، تلاقي في فيديو قصير نزل شورت هنا على يوتيوب بالاضافه للريل على انستجرام وتيك توك، تقدر تروح تتفرج عليه لو عايز تعيش التجربه وتتفرج على شويه شوتات سينمائيه كده لمرحله الانبوكسنج. المهم يا صديقي، لو انت ما تعرفش، انا بدات رحله اليوتيوب دي بالظبط كده وقت الكورونا، لما كانت يعني ملعلعه والناس كلها قاعده في البيت والشغل يعني كان قليل شويه، وانا كان اوريدي عندي مكان بلعب فيه مزيكا وبسجل حاجات والكلام ده كله. فقلت طب ما استغل الفرصه طالما عندنا وقت وانا بحب التصوير برضو، نجرب نعمل قناه على يوتيوب. كانش عندي اي فكره عن التصوير ولا المونتاج ولا اي حاجه من الكلام ده، قعدت اذاكر كتير جدا. كان عندي بعض المعدات اللي اقدر ابتدي بيها الصراحه، وقلبت كمان كاميرا من والدي، هو برضو بيحب التصوير كده كهوايه، فخدتها منه قلت له انا هصور شويه فيديوهات كده وهطلعها لك تاني. واحده واحده قعدت اتعلم تصوير اكتر واضاءه وصوت ومونتاج، لغايه ما وصلنا للمرحله دي بعد 35 شهر من الشغل المتواصل و155 فيديو طويل على يوتيوب. والحقيقه الفيديو اللي انت شايفني فيه دلوقتي ده فيديو رقم 161، واكتر من 98 شورت. دلوقتي برضو احنا معديين ال100 بشويه حلوين. وصلنا سوا الى هذه اللحظه الفارقه بالنسبه لي بصراحه في رحله صناعه المحتوى دي. وبالرغم ان يوتيوب هنا يمكن يكون اقل رقم من المتابعين او المشتركين على ال3 منصات اللي انا بنزل عليها فيديوهات، انستجرام ويوتيوب وتيك توك، لكن عايز اقول لك ال100,000 اللي انت من ضمنهم دلوقتي وبتتفرج اقيم بالنسبه لي من ارقام تانية ممكن تبان اكبر بكتير، لكن انا بحس فعلا بالشراكه وبحس ان في علاقه شخصيه ما بيني وما بينك كمتابع اكتر بشويه من مجرد فيديوهات قصيره كده انت بتسكرول فيها وبتشوفني وتبقى عارف ان انا الراجل بتاع الاختراعات والتكنولوجيا، لكن ما تعرفش حاجه عني. اوعى تكون ما تعرفش حاجه عني برضو وانت بتتفرج هنا، وعيب قوي تبقى بتتفرج دلوقتي برضو مش مشترك في القناه ومش دايس على جرس التنبيهات. فلو مش عامل كده انزل اعمل ده دلوقتي، عشان الحاجات دي بتفرق جدا في انتشار الفيديوهات. عموما مش عايز ارغي كتير واطول عليك الفيديو يعني ونقعد في اللحظه المؤثره دي كتير قوي، فتعالى نجاوب كده شويه مع بعض على شويه اسئله. سؤال من ابراهيم شعبان بيقول لي لو الواحد عايز يبدا محتوى بس حرفيا 0% امكانيات وحاسس انه هيفيد ناس كتير، يعمل ايه؟ بص يا ابراهيم، انت تقدر تبتدي بالتليفون اللي انت بتبعت لي منه السؤال ده. افترض ان هو فيه كاميرا، حتى لو مش كاميرا قد كده تقدر تبتدي بيها، تسند التليفون ان شاء الله على كتاب عندك او تزنقه بين كتابين كده عشان يفضل يعني متثبت كويس. وشوف اي شباك عندك في البيت ابتدي قرب منه كده وصور في وقت يكون فيه الاضاءه نازله على وشك بشكل كويس. واحده واحده لما تلاقي المحتوى ده ابتدى يبقى شغال كويس وناس بتتابعك وتتفرج، لو انت متاكد ان هو حاجه مفيده، واحده واحده تبتدي تزود شويه في الامكانيات. الاضاءه الاول والصوت مهم جدا. بعد كده تقدر تغير الموبايل لو عايز تجيب موبايل كاميرته احسن او عايز تشتري كاميرا بروفيشنال، ساعتها تقدر تعمل كده، لكن مش محتاج ده خالص كبدايه في الاول. اهم حاجه المحتوى والكلام اللي انت هتوصله للناس وازاي تقدر تفيدهم باي شكل كان. سؤال تاني على انستجرام، دخلك معتمد تماما على صناعه المحتوى؟ الحقيقه يعني الموضوع ده فيه كلام وتفاصيل كتير شويه، لكن الاجابه المختصره هي لا. انا اصلا مهندس معماري للي ما يعرفش، لسه فاضل لي شويه حاجات كده في هندسه بعملها بالاضافه لشويه مشاريع برضو بشتغل فيها بجنب صناعه المحتوى. لكن في الوقت الحالي صناعه المحتوى وعمل فيديوهات واخد وقت ومجهود كتير جدا مني، وطبعا ممكن يكون بيساعد بشكل ما في الدخل اللي بيخش للواحد، لكن ما تقدرش تعتمد عليه بشكل كلي. او مع الوقت يعني ممكن لما الموضوع يزيد اكتر ويكون في شغل واعلانات وحاجات مموله بشكل اكتر، ساعتها ممكن الموضوع يكون دخل
دخل ثابت او دخل تعتمد عليه، لكن يعني المرحله دي بتاخد وقت ومجهود برده كتير شويه. محمد عاطف بيقول عايز اتصور بالدرع. بص يا محمد، انا هحط الدرع كده قدامك، خد سكرين شوت ونزل صوره كده وانت جنب الدرع ده وابعتها لي وانا هنزلها ستوري. صبحي بيقول يوتيوب يعني استمراريه، ازاي بتحافظ على استمراريتك؟ الحقيقه يوتيوب فعلا يعني استمراريه، او اي صناعه محتوى على اي منصه ايا كانت هي ايه، الاستمراريه حاجه مهمه جدا جدا فيها. انا حاولت احافظ على ده بان انا اظبط مواعيد في الاسبوع، ان انا عارف ان انا في اليوم ده هحضر فيديو واليوم ده هصور واليوم ده همنتج، بحيث ان الفيديو يكون جاهز في اليوم الفلاني. بحاول اظبط ده على قد ما اقدر بشكل كده منتظم ومنظم. وطبعا بيجي لي اوقات ببقى الموضوع مش على مزاجي قوي، لكن لازم يكون في شويه تغصب ان انت تفضل مكمل ومستمر، عشان دي حاجه من اكتر الحاجات اللي بتفرق في الموضوع ده. ابو ماهر تيوب بيسال على الكوميونتي، بيقول لي كل التوفيق حبيب قلبي، فرحت لك من كل قلبي. بعد كده اول سؤال، بتستخدم كاميرا ZV-E10 في صناعه محتواك؟ عشان شفت مراجعه تبعك واشتريتها وحرفيا خرافيه. اولا متشكر جدا على الكلام الجميل. ثانيا طبعا لسه بستخدم ZV-E10، كاميرا عظيمه جدا، وهي الكاميرا اللي بتصور الزاويه دي دلوقتي كده، عليها عدسه سيجما 1850 f2.8، وبستخدم نفس الكاميرا دي عشان اصور كل الفيديوهات القصيره سواء ريلز او تيك توكس او شورتس. هنا بتكون بنفس الكاميرا لكن عدسه سيجما 16 f1.4. الحقيقه الكومبو ده سواء بالعدسه دي او دي قوي جدا، وفعلا الكاميرا محترمه جدا لصناعه المحتوى. وفي سؤال تاني بعته بيقول من وين بتجيب الادوات اللي بتراجعهم؟ شركات معينه ولا انت بتشتريهم على حسابك؟ الحقيقه 90% من الحاجات اللي انا بتكلم عنها اللي انت بتشوفها دي بكون انا شاريها على حسابي، عشان لقيت ان فيها فكره حلوه وحابب ان اوريها لكم واوريكم كده التكنولوجيا والاختراعات وصلت لغايه فين. نسبه قليله جدا هي اللي الشركات بتبعت لي وتقول لي عايزينك تجرب لنا الحاجه الفلانيه، عايزين تشوف كويسه ولا لا، والحاجه الكويسه بس فيها اللي بتعجبني هي اللي انا برضو بصورها وبنزل لكم فيديو عنها. السؤال ده برضو اتكرر كتير، اللي هو من فين بجيب المنتجات دي؟ انا زي ما انت عارف غالبا انا بحب السفر كتير، فدايما وانا مسافر بشتري الحاجات دي من بره، سواء من امازون في امريكا او اي بلد انا بسافرها. بدور كده على المحلات اللي بتبيع اختراعات غريبه كده، واقعد ادور على الحاجات المفيده والكول منها واجيبها واتكلم عنها معاكم. ده بالاضافه للمنتجات اللي ممكن يكون فيها فكره بلاقيها هنا في مصر، او المنتجات اللي شركات ممكن تكون برضو بتراسلني وبتبعتها لي واجربها وتعجبني. حسام محبك من اليمن، على راسي انت وكل شعب اليمن، تحياتي ليك. احمد بيسال هل لو اشتغلت على الشورتس جامد قوي ممكن اوصل لعدد كبير من المشتركين بسرعه؟ الف مبروك عقبال مليون، متشكر جدا. الشورتس مهمه جدا، وهي العامل الاساسي بالنسبه لي في القناه اللي زودت عدد المشتركين جدا. انا بسبب الشورتس بيجي عليها مشاهدات كتير جدا، كذا فيديو عدى المليون. عبد الله يونس بيسال عايزين افضل 5 نصايح لليوتيوبرز الجدد. انا دايما بلخصهم في 3 نصايح او 3 سيهات زي ما قلت الموضوع ده قبل كده. السي الاولانيه هي الكونتنت او المحتوى اللي انت بتقدمه، لازم يكون بتضيف حاجه فيه سواء حتى تسليه او حاجه مفيده فعلا، لكن لازم يكون محتوى هادف وبيفيد اللي بيتفرج عليك. تاني سي هي الكاريزما وحضورك قدام الكاميرا كده، ما تبقاش قاعد بتتكلم كده وانت مش عارف تقول ايه وصوتك كده واطي ومش عارف تبص للكاميرا وبتاع، لا لازم يكون ليك حضور قدام الكاميرا كده، ودي حاجه انت بتكتسبها بالممارسه ومع الوقت الكتير، لكن بتكون مهمه جدا برضو في توصيل المحتوى بتاعك. وتالت سي والاهم هي الكونسيستنسي او الاستمراريه، علشان تفيدك انت شخصيا وتعرف المنصه اللي انت بتنزل عليها فيديوهات ان انت واخد الموضوع بجد، والموضوع ده فعلا بيفرق جدا في صناعه المحتوى. سؤال تاني بيقول هل في برامج ذكاء اصطناعي مجانيه بالكامل تساعد على انشاء المحتوى؟ الحقيقه في شويه حاجات طبعا لو قعدت تدور، من ضمنها في فيديو شورت كده لسه منزله قريب جدا بيتكلم عن ابلكيشن للايفون اسمه كيبورد AI. ده كيبورد كده بتضيفه على اللغات اللي عندك وانت بتكتب، بس بيديك شويه تولز وادوات تبع الذكاء الاصطناعي، تكتب جمله كده وتخليه يكمل لك هو قصه، او تكتب له مجموعه جمل وهو يصيغها لك بشكل تاني كده لو عايز. وفي امكانيات اكتر يعني، وهتلاقي تطبيقات كتير برضو بتعمل نفس الموضوع ده كده ببلاش. وخلي بالك كل ماده هتلاقي البرامج دي بتزيد اكتر، لان احنا داخلين يعني على زمن اكتساح الذكاء الاصطناعي. محمد الملك بيقول بصراحه بفكر افتح قناه يوتيوب، مشكلتي في المونتاج، ليس لدي اي فكره في الموضوع. بص، يوتيوب شخصيا مليان فيديوهات تعليميه ببلاش، سواء بالانجليزي او العربي او على حسب يعني اللغه اللي انت تستريح وانت بتتفرج على فيديوهات تعليميه فيها، لكن هتلاقي حاجات كتير جدا. وانا شخصيا اتعلمت كل حاجه في المونتاج عن طريق فيديوهات اليوتيوب. ناس كتير قوي باعتين كلام مشجع وجميل قوي، ففعلا يعني متشكر جدا. شكرا يا عمرو، شكرا يا مصطفى، شكرا عبد الرحمن، شكرا ماجد، شكرا A.S ده برضو من الناس اللي بتبعت لي كلام جميل كتير، شكرا محمد حامد، وشكرا بيتر ابراهيم، وناس كتير جدا. الحقيقه مش هقدر اقرا كل الاسامي، لكن كل الشكر لكل شخص باسمه، وفعلا انتوا اكتر ناس بتفرق معايا في موضوع صناعه المحتوى ده. نخش بقى في الجيف اواي علشان دي الفقره الحماسيه جدا في الفيديو. برضو عندنا في 4 اشخاص من القناه هنا هيكسبوا معانا في الجيف اواي دي. الهديه الاولانيه ليها علاقه بالتصوير كده والانترتينمنت والترفيه، فالجزء الاولاني في الهديه هتكون السيلفي ستيك الشاومي دي. الحقيقه سيلفي ستيك روشه جدا كده، وفيها شويه حاجات لطيفه
وزرار ريموت برده والكلام ده كله. لكن مع نفس الهديه دي نفس الشخص هيكسب سماعه JBL Go 3. انا شخصيا بحب السماعه دي جدا وطلعت منها قبل كده في جيف اواي قبل كده. فاول شخص هيكسب الاثنين دول مع بعض كده، وتاني شخص هيكسب نفس الهديتين دول بس لون السماعه مختلف شويه، السيلفي ستيك الشاومي والسماعه JBL Go 3. بعد كده الشخص الثالث هيكسب حاجه ليها علاقه بالسمارت هوم كده والبيت الذكي والهوم اوتوميشن، بما ان انا بحب اتكلم في الكلام ده. فالهديه الاولانيه هتكون السمارت بلاج او الفيشه الذكيه دي من تابو. الفيشه دي انت بتركبها في الفيشه العاديه، لكن دي شخصيا بتكون متوصله على الواي فاي اللي عندك في البيت عشان تقدر تفتح او تقفل اي حاجه متوصله عليها بس بمجرد ابلكيشن عندك في الموبايل او بصوتك لو انت عايز. انا شخصيا بستخدم كتير من الفيشه دي وعمليه جدا معايا. والهديه الثانيه لنفس الشخص هتكون لمبتين اللي هي الدوايه الكبيره دي برده من شركه تابو. انا شاري الحاجات دي كلها، مفيش اي حاجه سبونسرد الحقيقه، لكن اللمبات دي ذكيه برده بتتوصل على الواي فاي اول ما توصلها في الكهرباء، وتقدر من الابلكيشن تشغلها او تطفيها او تخليها اقوى او اضعف او تغير لونها، بتنور كل الالوان. والعلبه بيجي فيها لمبتين زي ما انت شايف. فدي الهديه الثالثه. والهديه الرابعه هتكون نفس الهديتين دول برضو للشخص الرابع اللي هيحول جزء من بيته لسمارت هوم كده ويتحكم في كل حاجه من موبايله. وكده هيكون عندنا الاربع مجموعات من الهدايا لاربع اشخاص محظوظين. فعشان يكون ليك فرصه تكسب مش عليك تعمل غير 3 حاجات سهلين جدا. اول حاجه انك تكون مشترك في القناه هنا، طبعا ما ينفعش ما تكونش مشترك لغايه دلوقتي. تاني حاجه انك تعمل لايك للفيديو ده اللي انت بتتفرج عليه. وتالت حاجه والاهم انك تكتب كومنت على الفيديو ده في التعليقات تحت، لان اختيار الفايز هيكون من ضمن الكومنتات، لكن لازم برضو تكون مشترك وعامل لايك للفيديو. اختيار الفايزين هيكون يوم الجمعه 16/6 الساعه 10 بالليل في لايف هنا على يوتيوب. هنطلع مع بعض كده لايف نختار الفايزين بشكل عشوائي جدا، وبتمنى التوفيق للجميع. نقطه صغيره اخيره يعني ما كنتش احب اقولها، لكن للاسف الفايزين هيحتاجوا يكونوا موجودين جوه مصر لاسباب لوجستيه كده، لكن طبعا كل الحب والتقدير والاحترام لكل حبايبنا والمتابعين اللي من الدول التانية اللي غير مصر، سواء دول عربيه او بره. وبس كده، دي كل حاجه حبيت ان انا ارغي معاك فيها في الفيديو بتاع النهارده كده، واشكرك فعلا من قلبي على اللي احنا وصلنا له لغايه النهارده. تنساش تتابعني كمان على انستجرام وتيك توك لستوريز كده لحياتي اليوميه وفيديوهات قصيره لطيفه. اشوفك في لايف الجمعه 16/6 الساعه 10 بالليل هنا. سلام.